وحين يكون الشغف مسيطرا عليك ستفكر في أشياء تبدو في البداية صعبة. ذلك هو حال الرحالة المغربي عبد الرزاق البدوي الذي وصل إلى قطر بالدراجة بعد انطلاقه من فرنسا. الرحلة كانت شاقة لكنها مفرحة. لما دخلت قطر أصبحت يعني التعب يعني خليته ورائي، والحمد لله يعني آخر مرحلة يعني لهذا التحدي اللي يعني استغرق أكثر من شهر ونصف، تقريبا 6000 كيلومتر انطلاقا من فرنسا، والحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. وأتمنى أن يكون هذا المونديال أحسن المونديالات يعني اللي يعني تنظمت من قبل، ولي ثقة كبيرة في دولة قطر يعني، وأتمنى للفرق العربية أن تذهب بعيدا إن شاء الله في هذا المونديال. اعتاد الرحالة عبد الرزاق أن يرفع الكثير من التحديات، وآخر ما قام به سماه تحدي السلام، الذي حاول أن يوصل من خلاله رسالة تدافع عن السلام وقيم التسامح. فرحه باستضافة قطر لكأس العالم دفعه للتعبير عن ابتهاجه بطريقته الخاصة وعن فخره بكون البطولة ستنظم لأول مرة في بلد عربي. والله بعد قطع 11 دولة هذه الحمد لله آخر مرحلة، أشعر بفرح كبير. وقبل كل شيء أشكر دولة قطر على هذا تنظيم كأس العالم، واللي هو مفخرة لكل العرب، وأنا لي ثقة كبيرة في دولة قطر اللي تنظم إن شاء الله من أحسن المونديالات يعني لهذه السنة إن شاء الله. المقولة المعتمدة حاليا عند الرحالة القادمين إلى قطر هي: كل الطرق تؤدي إلى الدوحة. بالحقيقة لم أفاجأ بحسن الاستقبال للقطريين يعني، والتعامل معهم، التعامل معنا الحمد لله في الطريق ولا يعني في الإدارات الحمد لله يعني يعني الحمد لله. أن أفتخر بوجودي هنا في دولة قطر، وأفتخر بالقطريين. قطر خلقت الاستثناء وستخلق في كأس العالم فيفا قطر 2022، ومن توافد من الرحالة خلقوا الاستثناء بطريقة قدومهم.